السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ طبعا انا مش قادرة اشتغل على القناة لاني تعبانة، بس ما صدقت ام مالك جت النهاردة. وعندنا طبعا ايه، تعالوا شوفوا العظمة دي عملناها ايه. عند الرجاج، حبة الرجاج دول فاضلين من رمضان. كل سنة وانتم طيبين، العيد الكبير قرب. انا هكسره كده بدل ما نرميه عشان حرام، كل حاجة ده كيلو الرقاب 80 جنيه. هما الحبة دول اللي فاضلين يجوا يمكن 4 رقاقات، يعني 4 وحدات بس. انا كسرته كده وهرش عليه معلقة سمن، بس طبعا المقطع ده مجاش. هرش عليها معلقة سمن وهحطه، عايزة تحطيه تحت الشواية وتبص عليه هتلاقيه وش احمر، يعني تقلبيه كده هيحمر كله زي ما انا عملت. او تحطيه برضو في الفرن وتشغلي المروحة برضو هيحمر، في كلتا الحالتين هيحمر. هرش عليه معلقة سمن وراح احطه في الفرن. انا عملته معاكم قبل كده بس المرة دي سهل جدا، يعني الطريقة الأولانية كانت صعبة، فأنا بختلف. يعني أنا معايا 3 معالق كريم شانتيه، ومعايا معلقتين سكر، واللي في العلبة اللي قدامكم دي قشطة. القشطة دي ده علبة جبنة، بس أنا حاطة فيها قشطة. طبعا احنا مش بنرمي العلب دي، خسارة. بحط فيها القشطة بتاع وش اللبن عشان هيعمل له ايه اللي هو الوش بتاعه، القشطة بتاعته اللي هي بتبقى فوق الحليب. كل سنة وانتم طيبين. أي حد يسمع الفيديو يدعي لي بالشفاء بالله عليكم. أنا مش قادرة أقف على رجلي من يوم الوقفة وأنا تعبانة. أنا ما بمشيش، آخري بس أقوم أتوضى وأصلي وأنا قاعدة، فلله الحمد والشكر. أي حد كده بالله عليكم يدعيلي بالشفاء. ولا قول بالله العلي. وعندي لبن طبعا ساقع وهنضرب الدنيا دي معاكم. طبعا كريم الشانتيه وكريم الشانتيه. عايزة تحطي وش اللبن، بس أنا المرة اللي فاتت عاملاه بوش اللبن فقط، يعني بالقشطة بتاع وش اللبن فقط فوق اللبن فوق الحليب. وعندي والله انا ما قادره اتكلم. اهو بص طلع من الفرن عامل ازاي. طلع من الفرن كده اللون الدهبي الجميل ده. هتحطيه كده، هو طبعا مكسر. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مش عارفه كنت بقول ايه. وهنحطه كده. تعال الفل عمال ينادم ده. لا حول ولا قوه الا بالله العلي. معايا كيلو حليب سخن طبعا، غليان. الله يسامحك يا بتاع الفول والبليله. والله العظيم انا بعمل فيديوهات ولا بسجل ولا بنيل. ده لو انت شغل القناه، ولا بعمل لايفات ولا بعمل فيديوهات. بدل ما القناه تروح خساره، وانا ليا 4 سنين تعبانه عليها. ومعايا مكسرات كده سوداني وزبيب. وحط بقى المكسرات اللي انت عايزاها، اللي عندك حطي. كل الحاجات دي قاعده عندنا من رمضان. وهنحط اللبن كده ايه يغطيه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بجد جميله جدا، وخساره ولا ما يترمى. فليه نرميه؟ حرام. ايه يعني كيلو حليب ونعمل حاجة حلوة ناكلها كده. وطبعا اللبن حطله برضو 3 معالق سكر. وطبعا السكر ده حسب الرغبة، يعني اللي يريحك. انا لقيت الكبشة مش عاملة حاجة، رحت احط عايزين نخلص. عمالة مش قادرة اتكلم اصلا. وهتجيبي بقى الكريم شانتيه مع القشطة وهتحطيها على الوش كده وتولعي الشواية وتحطيها تحتيه، الموضوع خلص. يا ابسط من كده حاجة حلوة، حاجة جميلة وحلوة والله. طلعت في دماغي اعملها. طبعا من رمضان ما بنعملش حاجه، ولا بنزل فيديوهات ولا بعمل حاجه خالص، الحمد لله. اولع في الراجل ده. حد عايز فول وبليله طيب اجيب له. لا حول ولا قوه الا بالله. يا عم روح لحالك، الله يسهلك يا رب ويرزقك ويرزق الناس كلها يا رب. بس اروح احطه تحت الشوايه ياخد وش. كده الموضوع خلص. والله العظيم اسهل حاجه تعمليها واسرع حاجه تعمليها. وطبعا حرام لما الواحد يرمي، يعني هما كانوا الرقاد دول لو انا ما عملتهمش هيترموا، لان هنعمل بيهم 4. فكده انا فكرت في الموضوع ده. وده طبعا اعمله لام مالك. اهو طلع من الفرن الخامس ده لام مالك، لان هي مش بتحب المكسرات. وشكرا لكم حبايبي، وبالله عليكم تدعوا لي بالشفاء. سلام حبايبي.